لكل صاحب علامة تجارية مسجلة من حقه ان هو يقاضي او يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي حد بيعتدي على علامته التجارية، طبعا بشرط ان تكون العلامة التجارية بتاعته مسجلة. العميل المفروض يكون مسجل علامته التجارية. بعد ما بيسجلها في حالة وجود اعتداء عليها بيتوجه لينا او بيجي لنا عشان نقدر نساعده في اجراءات التقاضي المتعلقه بالاعتداء على العلامه التجاريه. ايه اللي ممكن او ايه اللي بيتم عمله للاجراءات دي؟ بنقوم بالتوجه لمديريه التموين التابع ليها العين الخاصه بالشخص اللي بيقلده، يعني بروح لمديريه التموين الخاصه او القريبه من الشخص اللي بيقلد العلامه التجاريه ديت، وبعمل فيها محضر لاثبات الحاله. المحضر ده بيكون في بيانات العلامه التجاريه المسجله، بثبتها في المحضر لاثبات حاله الاعتداء وعمل محضر سحب عينه. بيقوم مأمور الضبط القضائي بيروح عند الشخص، بيتوجه لمكانه وارسال هذه العينه لجهاز نقطه الاتصال. جهاز الاتصال ده هو الجهاز المعني بفحص شكاوي تقليد العلامات التجاريه، اللي هو بيطلع تقرير ان العلامه التجاريه الخاصه بالشركه الشاكيه او بالشاكي تتشابه او لا تتشابه مع العلامه التجاريه محل الشكوى او مع العينه المسحوبه من العين الخاصه بالمشكو في حقه.